السلام عليكم. تخيل أهلك معزومين يم بيت جدك ويروحون كلهم وتبقى وحدك بالبيت، وبسبب الجو والأمطار أهلك يتصلون عليك ويقولوا لك ما راح نقدر نرجع وراح نبات يم بيت جدك، فتطفي الضوء وتنام، ونص الليل تفز على صوت الباب مالتكم جاي يندق، فتقوم حتى تشوف من جاي يدقه، فتنصدم إنه اللي على الباب. اليوم أسولف لكم قصة مؤمل، طالب بصف السادس ابتدائي، صار وياه موقف كلش مرعب وخطر. اسمعوا القصة للنهاية حتى تعرفون شنو صار. بس قبل لا نبدأ بالقصة أريد منكم نوصل هذا المقطع أكبر عدد لايكات حتى استمروا وياكم بقصص ومقاطع جديدة، وبدون ما أطول عليكم ندخل بالأحداث. مؤمل طالب بصف السادس ابتدائي، كلش متفوق وشاطر ويحب الدراسة هواي، بحيث بأيام الامتحانات ما يطلع من البيت نهائيا ويبقى محبوس على مود يدرس، وما يحب يضيع دقيقة من وقته باللعب أو بغير شيء إلا بأيام العطلة.